والمحدث الأمير الصنعاني والعلامة الشوكاني وأمير العلماء الكوكباني وسيد الوعاظ والزهاد الخولاني. إذا ذكرت اليمن ذكرت الأوس والخزرج والمقدام المدجج، ذكرت الملكة بلقيس وأسماء بنت عميس. اليمنيون منهم شاعر الرسول حسان وملك العرب النعمان وخطيب الدنيا سحبان. اليمن منهم قبيلة جرهم، وهي أول من سكن مكة، ومن نسلها جاءت قريش وتزوج منهم إسماعيل، ومن نسله جاء النبي عليه الصلاة والسلام. فاليمنيون هم أخوال النبي عليه الصلاة والسلام. وملك اليمن كرب بن أسعد تبع هو أول من آمن بالنبي عليه الصلاة والسلام، من قبل أن يولد رسول الله آمن به، وهو أول من كسى الكعبة وأمر قبيلة جرهم بكسائها كل عام. أهل اليمن هم أهل الفصاحة والصباحة، هم أهل السماحة والملاحة، أرق الأمة قلوبا وأقلها عيوبا، هم أهل السكينة والوقار والفقه والاعتبار. أهل اليمن هم أنصار الرسالة وقادة الجهاد والبسالة. اليمن اشتق من اليمن ومن اليمين ومن الأمانة ومن الإيمان. وصفت اليمن باليمن السعيد، ولم توصف بلد أخرى في الدنيا بمثل هذا الوصف. ذكر الله تعالى اليمن وذكر مناطق اليمن، فذكر الله تعالى سبأ وذكر الأحقاف. وإذا ذكرت قصة أصحاب الأخدود وإرم ذات العماد وقصة سبأ وبلقيس وسيل العرم والفيل وأبرهة، فلا بد لزاما أن تذكر بلاد اليمن. أهل اليمن هم أول من أجاب إبراهيم إلى الحج. قرأ ابن عباس رضي الله عنهما قول الله تعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر. فقام إبراهيم عليه السلام فنادى قال: أيها الناس إن الله كتب عليكم الحج فحجوا، وبلغ الله صوته إلى جميع الآفاق. قال ابن عباس: فكان أهل اليمن هم أول من أجاب إبراهيم عليه السلام. ولما نزل قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. لما نزلت أومأ النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبي موسى الأشعري اليمني، أومأ إليه أشار إليه ثم قال: هم قوم هذا. أخرجه الحاكم وصححه الألباني. قال الإمام الشوكاني عند هذا الحديث: إذا عرفت أن هذه الآية نازلة في أهل اليمن بهذه الأحاديث فاعلم أنها اشتملت على مناقب لأهل اليمن. ولما نزل قول الله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، قال عليه الصلاة والسلام: أتاكم أهل اليمن هم أرق قلوبا، الإيمان يمان والفقهة يمانية والحكمة يمانية. أخرجه أحمد وصححه الألباني. أهل اليمن هم أول الناس شربا من حوض رسول الله عليه الصلاة والسلام يوم القيامة. قال عليه الصلاة والسلام فيما رواه مسلم في صحيحه: قال: إني لبعقر حوضي، يعني بمكان من حوضي، وهو المكان الذي يصطف فيه من يريد أن يشرب من الماء. قال: إني لبعقر حوضي أذود الناس، يعني أبعد الناس لأهل اليمن، أضرب بعصاي حتى يرفض، يعني حتى يسيل عليهم ليشرب أولا أهل اليمن. قال النووي: هذه كرامة لأهل اليمن في تقديمهم في الشرب منه مجازاة لهم بحسن صنيعهم وتقدمهم في الإسلام. والأنصار الأوس والخزرج من أهل اليمن، قال: فيدفع غيرهم حتى يشربوا كما دفعوا في الدنيا عن النبي عليه الصلاة والسلام أعداءه والمكروهات. هي كرامة لأهل اليمن